هنبدأ فيلمنا مع موناليز، واللي يعتبر أأمن عربية تم تصنيعها على وجه الأرض. وبنشوف مصممها وهو بيتكلم عن تصميمها وإنها مدرعة بالكامل وإنها صديقة للبيئة، وفيها أكتر من 25 جهاز استشعار مضاد للخطر، وفيها كمان وضعية الحصن اللي بمجرد ما بتتفعل بيبقى مستحيل فتحها، وكمان فيها نظام ذكاء اصطناعي واللي اسمه ليلس. وبعد كده بنشوف ساندرا وهي سايقة العربية دي بعد ما جوزها اشتراها لها، وبيكون معاها ابنها ديف. وبتكون ليلى تتكلم مع ساندرا وبتقول لها انه معاها طفل في العربيه، ولما بتسالها ساندرا عرفت ازاي، بتقول لها انها وزنت الناس اللي قاعده في العربيه وعرفت ان وزن اللي قاعد في الكرسي ورا خفيف جدا، فعرفت انه طفل. وبعد كده بتطلب ساندرا منها انها توريها الاوزان اللي ركبت في العربيه، وبتلاقي ان في وزن غريب كان راكب مع جوزها وبتبدا تشك فيه. وبعد شويه بتجيلها مكالمه من كارل جوزها وبترد عليه عشان يطمن عليهم، وبيقول لها انه نزل برنامج العربيه وليلس على موبايلها وانها تقدر تتحكم في العربيه عن بعد، وبتسمع عنده صوت طياره وبتفهم انه قاعد في فندق المطار، وبتكون هي مسافره لاهلها علشان هو على طول مسافر. وبعد كده بتنزل ساندرا مع ابنها البنزينه علشان تجيب شويه اكل، وبتدي ديف البخاخه بتاعته علشان بيعاني من ازمه في التنفس. وبعد كده بتروح تحاسب ساندرا على الحاجات اللي جابتها، وبتشوف قدامها كرتون عن ذئب بيرمي خزنه من فوق الجبل علشان تفتح، وبتحاسب وخلاص هتمشي، بس بيجي لها واحد كان بيشبه عليها، وبتطلع ان ساندرا كانت مغنيه راب مشهوره واعتزلت، وبيعزمها على حفله وانها تيجي مع اصحاب، بتقول له انها معاها طفل وان لسه قدامها طريق سفر، وبتدور على ديف ابنها تلاقيه، فبتقعد تصرخ وتدور عليه لحد ما بنلاقيه قاعد مع بنات في العربيه وبيلعبوا معاه، فبتزعق لهم ساندرا علشان كانوا شايفينها وهي بتدور على ابنها وما ندهوش ليها، فبيقول لها انها ام مستهتره وهي اللي ضيعت ابنها. وبعد كده بتاخد ابنها وبتقعده في كرسي وبتمشي بالعربيه قبل ما اصحاب البنات يجوا ويتخانقوا معاها، وبتتصل بجيسه صاحبتها وبتتكلم معاها عن ايام الفرقه لحد ما بتسمع صوت طياره في التليفون، فبتعرف ان هي كمان في فندق المطار، فبتشك ان هي اللي بتخونها مع جوزها، بس جيسه بتقول لها انها مش هي اللي بيخونها كارل معاها. بتوصل ساندرا لبيت اهلها، بس بتقرر انها تروح لكارل من غير ما تقول لحد، وبتعمل رحله جديده للوس انجلوس مكان كارل. وهي ماشيه بتقول لها ليلس ان في حادثه على الطريق وانها هتتاخر، فبتخليها ساندرا وبتدور على طريق تاني، وبتدخل في طريق مهجور وبيجي عليها الليل، وبتعدي ساندرا على محطه كهرباء مهجوره، وهي ماشيه بتولع ساندرا سيجاره، فبتستشعر ليلس الدخان، بتوقف العربيه وبتقول لساندرا انها تنزل من العربيه، بس ساندرا بتقول لها تقفل انذار الحريق وتمشي، فبتقول لها ليلس انها ممكن تفعل نظام التشغيل اليدوي علشان تلغي الانذار، فبتعمل كده علشان تكمل الطريق وتشرب السيجاره براحتها، بس ديف بيكح من ريحه الدخان، فبترمي السيجاره وبتلف علشان تطمن عليه، بس بيعدي غزال من قدامها فبتدوس عليه وبتوقف العربيه، وبتدي ابنها موبايلها وبتنزل علشان تشوف العربيه، بس ديف ما بيدخلش على اللعب وبيدخل على نظام ليلس اليدوي، لان ساندرا لغت التفعيل التاني وبيفعل نظام الحصن ومش بيخلي اي حد يعرف انه يخش. وبتحاول ساندرا انها تشرح له انه يلغي التفعيل، بس ديف مش بيفهم وبيرمي الموبايل من ايده، وبتبقى ساندرا فقدت الامل الاخير ليها علشان تفتح العربيه، وبتجيب ساندرا حجر وبتفكر انها تكسر الجزاز بس مش بيتكسر، وبتكون شغاله الانذار واللي صوته بيضايق ديف وبيخليه يعيط، فبتقرر توقف علشان الجزاز مش هيتكسر بسهوله، وبتقرر انها ترجع لمحطه الكهرباء يمكن حد يساعدها، بس بيعيط ديف علشان عاوز ساندرا قدامه، فبتقعد تلعبه وتظهر وتختفي من قدام، وبعد كده بتسيبه وبتروح محطه الكهرباء تلاقي حد هناك، وبتلاقي تليفون الشغل وبتحاول تتكلم منه، بس بتلاقي مكالمه متسجله ان المحطه اجازه 3 ايام بسبب عيد الاستقلال، وبتدور ساندرا على اي حاجه ممكن تساعدها، فبتاخد الكشاف وبتاخد مفتاح حديد كبير يمكن تعرف تفتحها، ولما بتوصل للعربيه بتحس بحركة من حواليها وبيطلع كلب، وقبل ما يهجم عليها بتضربه بالمفتاح وبتخليه يهرب، وبتتكلم مع ديف وبتخليه يتنفس بهدوء علشان ينام. بتشوف ساندرا طيارة معدية من فوقيها وبتفتكر ان في مطار قريب منها وانها هتروح له تاني يوم، ولما بتصحى بتلاقي الجو حر جدا، فبتجري على ديف علشان تخليه يقلع الجاكيت بتاعه بس مش بيعرف، فبتغطي العربية بهدومها علشان الشمس ما تجيش عليه، وبتروح للمطار وفي طريقها بتشوف مجرى مية فبتروح علشان تشرب منه، بس مش بتكون صالحة للشرب، وبتوصل للمطار بس بتلاقيه مكان مهجور وما فيهوش حد، وبتلاقي طياره بايظه قدامها، فبتخش تدور على اي حاجه ممكن تساعدها، وبتروح لمطبخ الطياره يمكن تلاقي ميه بس مش بتلاقي غير جزازه كبيره فضيه، فبتاخدها وبتولع في الكاوتش الكبير اللي قدامها يمكن يجذب انتباه اي حد، وبتروح تعبي الجزازه شويه ميه وبترجع للعربيه، واول ما بتوصل بتلاقي ان الهدوم طارت من على العربيه وان ابنها متعرض للشمس ووشه احمر من كتر السخونيه، فبتدلق الميه على العربيه علشان ترطب عليه شويه، وبتحاول انها تخلي العربيه تتجاوب مع الدخان، فبتولع في خشب قدام العربيه، بس العربيه
بتترجم ان الدخان ده جه من بره، وبتقفل المروحه علشان ما يخشش الدخان العربيه. وبيكون الوضع بقى اسوأ لان المروحه كانت الحاجه الوحيده اللي بترطب عليه، فبتتنرفز ساندرا وبتحاول انها تفتح العربيه باي شكل لغايه ما بتقع وبيغمى عليها من التعب، وبتحلم ان ابنها مات. وبيجي كارل يلومها على اللي حصل، وان كل ده حصل بسبب انانيتها، وانها كانت عاوزه تشرب سيجاره. تفضل تعيط لغايه ما بتصحى من النوم، وبتلاقي نفسها كانت بتحلم، وبتجري تشوف ابنها وبتلاقيه نايم ومش بيرد عليها، وبتفتكره ميت لحد ما بتلاقي صوابعه بتتحرك، فبيرجع لها الامل في انقاذه، وبتقرر انها ما تستسلمش. وبتلاقي نفس الكلب المفترس قدامها وبيهجم عليها علشان ريحه دم الغزال بتجذبه، فبتنزل تحت العربيه وبتزق الغزال علشان يتلهي فيه. بس بيكون الغزال هو الحاجه الوحيده اللي كانت سند العربيه ومنعها انها تقع، وبتفضل تتحرك لحرف الطريق اللي هي فيه، وبتحاول انها توقف العربيه بس مش بتقدر، لغايه ما بتيجي صخره بتوقف العربيه. وبتكون ساندرا مش عارفه تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، وبتفتكر الكرتون اللي شافته وانها لو وقعت العربيه ممكن تتفتح، فبتجري علشان تجيب المفتاح. وقبل ما يهجم عليها الكلب بتزعق فيه فبيخاف وبيجري، وبتاخد المفتاح وبتكسر الحجر وبتزق العربيه، وهي باصه لابنها وبتودعه، وبتتمنى ان العربيه تكون متصفحه وما يحصلهوش اي حاجه وهو على الكرسي بتاعه. تقع العربيه، بيشتغل نظام التوازن للعربيه علشان يخليها تقع على العجل، وبتتفتح العربيه فبتخرج ابنها وبتقلعه هدوم. وبتكون ساندرا عرفت انها تنقذ ابنها من العربيه، وفي الوقت ده العربيه عملت اعاده تشغيل ورجعت النظام زي ما هو. فبتركب ساندرا العربيه وبتطلب من ليليس انها توديها على الطريق، فبتقول لها ليليس ان الطريق الوحيد اللي قدامها انهم يطلعوا الجبل، وساعتها هيكونوا على الطريق. وبتفعل ساندرا وضعيه التضاريس وبتعرف تطلع على الجبل وتبقى على الطريق، وبتروح على اقرب مستشفى منهم وبيخشوا على طول الطوارئ. وبتفرح ساندرا وهي شايفه ابنها صاحي وبيتنفس قدامها وانه ما ماتش بسببها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نور.